أهلا وسهلا بنيات وليدات الحال، كيف دايرين؟ أحوالكم طيبة؟ نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم كاملين بخير وعلى خير وصحتكم مزيانة. مرحبا بكم في قناتكم، قناة بنات الشرفة وأهل الحال. مرحبا بالجميع، للي كيتابعوني للي عاد غيدخلوا عندي، يعني مرحبا بكم كاملين. ونتمنى الشفاء لكل شيء، اللي مريض اللي عنده شي مشكل في الحياة ديالو الله يشافيه. يعني الفتنة في الحياة راكم عارفين، حتى واحد مهاني حتى وحده مهانية. يعني كنتمنى الشفاء للكل، والله ينزل الراحة من عنده، والله ينزل العفو من عنده. هذا ما كان. الفيديو اللي غادي نهضر عليه اليوم، غادي نهضر على واحد الملك اللي هو من الغابة، وكنت ذكرته في الفيديو ديال المحلة ديال الغابويين أو المحلة ديال الغابة، ولكن ما هضرتش عليه هو كملك. يعني جمعت كل شيء، ذكرت الأسماء فقط، لكن هو كملك ما هضرتش عليه، ما هضرتش على صفاته. جا اليوم الإذن والوقت، وكيف ما كنقولوا وقته الإذن باش نهضر عليه. يعني هذا ما كان. هذا الملك هذا غنقولوا كيكون عند الناس نادر، باش نجيكم صريحة. نتوما عارفيني هاد القناة فيها المصداقية، والحمد لله راه كلشي باين، كلشي واضح. هاد الملك قليل فاش كيكون عند الناس، وهذا ملك يهودي غابوي اللي هو برياندو الغابوي. هذا برياندو الغابوي صعيب في الطبع ديالو، غنهضروا عليه، نهضروا على الصفات ديالو باش كيجي في الحلم، يعني كصفات قريبيه باش تساعدكم، تساعد الناس اللي كيحلموا. كيقول لك شكون هذا، كيتغالط لهم مع ميمون. اكيد غيتغالط مع ميمون، الصفه ديالو بحال ميمون، اللون ديالو د البشره بحال ميمون. علاش كنقول لكم العالم ديال الروحانيات فيه بزاف، فيه بزاف اللي كيتشابهوا، اللي ما تقدي اختي او خويا ما تقدوا تفرقوا لا بين هذا ولا بين هذا. عند بالك انتي حاطه شي حاجه، بان لك واحد الملك كتقولي راه هو فلان، كتنوضي كتجلسي من ذاتك لراسك، اولا كتطبقي شي حاجه شفتيها في شي فيديو كتقولي راه هذاك الملك اللي وقف عليا، وراه العكس. هذا الملك هذا قاصح، ماشي عند اي وحده وماشي عند اي واحد، ويقدر يكون عندك. حنا ما كنحكموش على الملوك عند من غيكونوا، باش تفهموا. انا تضحكوني دوك اللي تيبقاو يقولوا راه ماشي عند اي واحد. انا كنقصد بها تكوني بعقلك اختي، تكوني عارفه اش كديري في الحياه، تكوني عندك واحد الالتزام تبارك الله ما شاء الله. راه واخا يهودي، انا جايكم نهضره تقولوا كيفاش الالتزام كيفاش، داكشي كيبقى بوحدو. يعني ملك كبير في العمر، كبير في تجارب ديالو في العالم تا هو ديال الروحانيات، قاري وفاهم وعارف. واكيد كل ملك كنهضروا عليه وكيكون كبير، كبير هو الله، كيكون واصل وعارف وفاهم، راه دوك الصفات ديالو كينطبقوا عليك اختي. ماشي غنجبد واحد الملك وغنهضر على صفاته، انت مثلا مازال طايشه في افعالك، صبيانيه في افعالك، وغنهضروا على هذا الملك وتقولي لي مثلا عندي انا هذا الشيء اللي كنبغي نوضح للناس. يقدر يكون يبان عندك حتى تشربي عقلك، حتى تولي فاهمه، حتى تعرفي شنو كديري. ممكن. يعني هنا ما كنقصوا من حتى شي واحد. العالم ديال الروحانيات كيعزل اللي بغى من غيرك انتي. زهريه، عندك عرق شريف، عندك شجره ديالكم اللي كتنتميو ليها، عندكم هادشي كامل ياك. ولكن هما كيختاروا طيبه القلب، كيختاروا الانسان كيفاش داير، كيختاروا بزاف عاد كيحطوا عند الناس. ما يمكنش نحددوا خصك ديري باش يكون عندك، خصك تكوني هكا باش يكون عندك، راه ما يمكنش. يعني صعيب الحال. هذا هو اللي بغيتكم تفهموا. هذا الملك هذا قاصح في الحساب ديالو، غباوي، كيتخلوى بزاف، يهودي، ديانته يهوديه، واغلبيه الميامين اللي تابعين لميمون ابانوخ كلهم زحليين يهوديين. راكم عارفين هذه المساله، يعني هضرنا عليها كيفاش كيجي اللون ديالو. كيلبس الكحل، كاين واحد اللون عنده نادر اللي هو الزيتي، هذاك الخزي اللي تيكون داكن،
والبلو مارين والوان اخرى احتراما ليه ما غاديش نذكرها. انا عطيتكم غير شي حاجات قريبيه. المهم راه حتى البلو مارين كيلبسوا، هو كحل كيلبس البلو مارين. وبعض المرات غتقول لي الغابه علاش كيجيب الكومبلي، كيجيب الكومبلي وكيدير سلهام فوق الكومبلي، كتكون عنده واحد الريشه بيضه فوق الودن ديالو. يعني انا قربت لكم الصوره. الحلم يقدر يبان هو بحقيقته اللي كيف ما قلت، يقدر يبان كان سر، يقدر يبان كذب، يعني هو وباش بغى يتجسد كيفاش الصفه اللي بغى يوقف بها عادي جدا. بغى يوقف هو كملك بهذا الشيء اللي قلت، بغى يوقف. فين كيدوز الحساب ديالو سيدي سليمان مول كيفان اول محكمه، سيدي ابراهيم بولعجول حتى هو كيدوز فيه، كيدوز في مولاي ابراهيم بعض المرات ماشي ديما، كيدوز في بن ناصر. قلنا بن ناصر سيدي ابراهيم بولعجول، وكيدوز بعض المرات الحساب ديالو حتى في سيدي علال البحراوي بعض المرات على حساب. ما تربطوش الملك او الملكه بمحكمه معينه، راه يقدر يكون هادو محاكم ديالو، ولكن يقدر يبان لك بهذه الصفه يقول لك سيري هنا او سيري هنا او قادي ليا الحساب هنا. هو اغلبيه ما كيطلبش الزيارات غير الا كانوا المشاكل، باش تاكدوا من هذه المساله. ما كيطلب زيارات وكيبقى مخفي وما كيبانش بزاف، ويكون عندك مع الملوك ومع الرفقه ويكون كاع غالب وطالع وما يبانش ليك. صفات الكحل هما هادو: الصرامه، الدقه، الكاريزما العاليه، الهيبه. ما كيهضروا ما كيتكلموا ما كيبينوا حتى شي حاجه، كيخليوك تعلمك اختي الوقت، تعلمك الدنيا، هما كيتفرجوا. حتى النهار اللي كتعلمي وكتعرفي شنو كديري، كتعرفي اللي ليك واللي ما ليكش، عاد كيقول لك ها انا او كيبان لك. يعني صعيب في طبعه، هو قناوي واغلبيتهم ما تيكونوش مسلمين. وهذا لا يعني باش نجير واحد النقطه، تيقول لك كيفاش ملك ما مسلمش اذا ماشي رباني. نصحوا هاد النقطه وتستافدوا منها كاملين. تيكون عنده ديانته، كل واحد وديانته، هو حر في الديانه ديالو. وانت اختي مسلمه كتامني بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذاك كيبقى داكشي ديالك وهذاك واجب عليك خصك ديريه. الملك اللي هو ملك ما كتهموش ديانتك انت، الا هو حبك وبغاك راه جا عندك صلي، هذاك كيبقى شغلك. ما تلصقوهاش في الملك، لا حكا حيت هو يهودي ضروري خصني نطبع بطبعه، لا ما كيفرضش عليك. تيقول لك انت عندك دينك وانا عندي ديني، انا معاك فقط. الملك واخا ما يكونش مسلم تيخليك ديري اختي اللي بغيتي، الواجب ديالك الديني كديريه بدون صراعات وبدون نزاعات. فوقاش كتبداي تصارعي؟ كتبداي تصارعي مع العارض، هو اللي ملي كتبغي تصلي تيوقف تيقول لك لا، اولا كيحش لك الرجلين، اولا كيزيرك، ولا كيخنقك، اولا كيقجك، كيزرق لك الوجه. هذاك كيكون محارب مع الانسان اللي فيه عارض شيطان من اي ريح. ما نقولوش الدائره راه كتكون محله مزيانه، من اي ريح شيطان، من اي ريح او العارض من اي ريح. هذاك هو اللي كيمنعك من الصلاه ومن التقرب من الله. الصيام كيكون قاصح، هذاك خصو يتحيد، هذاك خصو يتعالج، خصو يتحيد، ما يبقاش يدور بك. اما الملك ديانته كيف ما بغات تكون، حيت ماشي انت اللي مشيتي قلبتي عليه، هو اختي اللي جا لعندك. الوغ مادام جا لعندك الا وقابل بداك الشيء اللي انت كديريه مع الواجب ديالك مع الله عز وجل، قابل عليه، واخا يكون ماسوني، واخا يكون ما عرف شنو. انا تيضحكوني داك تيقول لك لا عندها يهودي ما كيخليهاش تصلي، او لا عندها كذا ما كيخليهاش، او لا عندها مسيحي ما كيخليهاش تصلي. لا، كاينين الناس اللي عندهم دوائر كبار وملوك كبار وماشي مسلمين وكيديروا الخير وكيصدقوا وكيصليو عادي، كيصوموا رمضان عادي، كيدوزوا
داكشي اللي عطانا الله عز وجل، أركان الإسلام كاملة كيديروها، أركان الإسلام الخمس كلها كيديروها، ما كاينش مشكل، يعني باش الناس تستافد وتتأكد من هاد النقطة. مع من اختي كتهاربي ومع من كتقاتلي ومع من كتنوضي تمشي للمحاكم مع التوابع، يقدر يكون عندك ما يبين لك حتى شي زيارة. أنا كنعطيكم هاد الزيارات اللي كيدوز فيها الحساب ديالو أولا حساب موالي الغابة، وتا مولاي بوعزة نسيت ما ذكرتو حتى هو كيدوز فيه. يعني أنا راه ماشي هادشي كنعرضو ولا راه ملي كنخدم الفيديو داكشي اللي كيجيني راه كنحطو لكم، هذا ما كان. حتى مولاي بوعزة كيدوز الحساب، خصوصا سي الطاهر ملي كتهبطوا لتحت تما كيدوز الحساب ديالو الا كان عارض، اولا كان عارض راكب على هذا الملك. راه ديما كيكون مثلا ملك كيكون معاه عارض بحالو في نفس الصفه ديالو، هو راه عارض مانع عليك شحال من حاجه ومخليك ديري حتى شي حاجه في حياتك. هذا خصو محكمه وخصو يتحي، خصو محكمه وخصو علاج. وعاد الجانب الديني تكوني غادا فيه مزيان. اما ديانته الا كان معاك كملك ما كتهمش شغلو هذاك، تيقول لك انا شغلي وانت شغلك. المهم غنتلاقاو فواحد الحاجه زوينه اللي هي الخير، اللي هي نعاونوا الناس، اللي هي نداويو الناس. ما بين الخدمه اللي كيدير في العالم ديال الروحانيات كيداوي بالاعشاب، هو دوك الاعشاب اللي كتلقاي شي عشبه اللي نادره، كتلقاي كاع السيد او السيده اللي عندها درايه بهذا العالم هذا. عندك حتى خيبارو بحالو، حتى هو عشاب ديال الغابه، ولكن هما غيكونوا في نفس الكفه مقادين، وربما برياندو زايد عليه شي شويه في شي امور. كفه ديال الاعشاب راه مقادين فيها، برياندو زايد عليه في شي امور. هذا كيكون كبير شويه في العمر خيبارو، وهذا كيكون جون مفتول العضلات، يعني طويل عريض. كيف ما قلت كتجي ديك الريشه عنده هكا، كيلبس الكومبلي، كيدير السلهام من الفوق، وعنده بعض الالوان اللي ما مسموحش ليا دابا نذكرها، ربما نذكرها في شي فيديو اخر. مهم عطيتكم الخزي، الكحل اللي هو الاول، والبلو مارين. قهوي بيان سور، قهوي راه معروف عند موالي الغاب، يقدر يجيب القهوي شي حاجه هكا قهويه. هو عشاب، يعني عشاب ديال الغابه. كتلقى عندكم موالين المحلات اللي دايرين العشوب، اعشاب النادره اللي كتكون عند الافارقه اللي كيخدموا بها الافارقه. يعني كتكون دوك الاعشاب اللي كيمشيو يقلبوا عليها ويبحثوا عليها في الغابه ويحللوها ويعرفوها علاش كتصلاح. كيكون من الاختصاص ديال هذا الملك. والاسحار والثقافات اللي كتكون قديمه، خليني من ثقاف عدار عامين 3 سنين، هو الاختصاص ديالو داك السحر اللي كيكون كيف ما كنقولوا صدة رشا قديم. فاش كيكون خدام مع المعالج او مع المعالجه، هذا هو الاختصاص ديالو. يعني فاش كيدخل كيعالج كيحيد داكشي القديم في البلاصه. هذا الاختصاص ديال هذا الملك. ما كيعاودش الهضره، كيدخل كيحيد المشكل كيخرج بحاله. ولكن اختي او خويا، كتموا الاسرار. جاتكم شي حاجه كتموها، بين لكم شي حاجه ديروها كانت معقوله فيما يرضي الله، فيما يرضي الله، راكم عارفين. كانت شي حاجه خارجه على النطاق، هذه انا ما متفقاش عليها. يعني ديما سيروا فيما يرضي الله باش كلشي كيتفق معكم. بقيتي كديفيي سير هنا، عوج من هنا، راه ما عمر شي ملك ما يتقال. انا انت ما مصالحاش مع راسك بعدا، عاد غيتصالحوا معاك الجواد. فهموني شنو كنقصد. ملك زوين، ملك صحيح تبارك الله، قليل فين كيبان. يقدر يخدم في الخفا وما يبين لكش، يقدر يداوي، يقدر يحيد شحال من حاجه وما يبين لكش، كيبغي الستره. كوحل كلهم الميامين اللي حاكم فيهم الملك الكبير ديال السبت ميمون ابانوخ اليهودي الزحالي، كلهم كيبغيو الكتمان والستره والسكات، كيخدموا وهما ساكتين. ديانتهم ما كتهمكش اختي، الا عندك سيري انت في طريقك. وهما بغاوك، هما اتفقوا مع الشرفه اللي معاك، حيت هما الملوك كلهم شرفه. انا كنقصد بكلمه الشرفه
الشرفة من المسيح، الشرفة ديال المسلمين، الدوائر ب7 الملوك ب7 والشرفة. وانا كنهضر على الدوائر ب7 راه كنهضر على كلشي، يعني كتشملهم كاملين. الشرفة كتجمع الحاخامات، كتجمع السبتيين، كتجمع البهالة، كتجمع المسيح، كتجمع الشرفة المسلم، كتجمع كلشي. يعني هاد كلمة الشرفة راه عندها الشرفة. تركزوش لي على البيض والخضر، ما تركزوش لي على البيض والفقهاء. انا كنقصد بها المعلومة الصحيحة ديال كلمة الشرفة راه كتشمل كلشي. عندك الجواد راه كيشري فيا وبنت الشرفة، هذا هو اللي كاين. شكون هاد الشرفة اللي معاك؟ هما اللي كيحددوا ليك شكون هما. ملي كتكوني خالية من الشوائب ومن الأسحار ومن العوارض، كيوقفوا عليك، كيوريوك شكون هما، كيبينوا ليك شنو غديري، شنو المهمة ديالك اولا شنو الرسالة اللي غادي تأدي واللي غديري، سواء علاج، سواء انت خدامة في مجال اخر ما عنده حتى علاقة بهذا العالم، واخا عندك الروحانيات ما عندك علاقة بالعلاج. مهم في اي حاجة كيبينوا، سواء مع راسك كيعطيوك دواك غير مع راسك ومع وليداتك. راه كاين اللي عاطينها دواها وعلاجها غير لراسها ولولادها او لراسو ولولادو، كيوقف عليه داكشي بالليل، كيمرضوا الوليدات، كيعياو، كيوقف عليه داكشي، تيقول ليه ها ما دير وها ما دير، ساهله وسترة، الله يرضي عليك. صافي كيولي ما كيبغي، ما عندوش الحق اصلا يستاشر، كلشي تيجي حتى لعندو او كلشي كيجي حتى لعندك اختي. هذيك مزيانه. فاش كيبدا التخلاط وكتبدا الروينه وكتبداي اوقفوا عليا وقالوا لي وقفوا عليك اختي، راه انت راه عندك عقل عطاها لك ربي باش كتفكري وباش كتميزي. راه لو وقف عليك شي حد وقال لك ها اللي كاين وعطاك شي حاجه فيما يرضي الله، راكي كتفهمي اختي وعندك عقل، بلا ما تحتاجي تبقاي تمشي لللايفات وتكتبي الحلمه وانا بنت فلانه وفلانه وانا ها اللي وقف عليا وقال لي وكتقولوا مال الدقه جاتني. عالم كيبغي شويه ديال الذكاء، شويه ديال الصرامه، شويه ديال السكات، وهذا ما كان يعني كيبغي هاد المساله هادي. وما بين نرجعوا للملك، ما بين الاكلات المفضله غتجيكم غريبه، هو كيبغي واحد النوع من الطيور او نوع من الدواجن عفوا. عرفتوا داك بيبي الكحل البلدي هذاك كيبغيه هاد الملك هذا ما عنده لا مع ذبايح، لا مع ذبح ليا عدروس، لا مع ذبح ليا حولي، لا مع درتي شي حاجه درتيها لله، فرقتي على المساكين درتيها لله، يعني ما تربطوش بهذا الملك هذا. انا قصدت هاد النوع من الدواجن اللي الناس اللي كيبغيوه. بعض المرات ناس كيمشيو كيتقداو هاد النوع هذا وكيطيبوه في دارهم عادي، ماشي ذابحينو ليه، لا هما من عشاق هاد النوع ديال الدواجن. فهموني اش كنقصد؟ يعني هاد الملك هذا راه كيبغي هاد النوع، وكيجي بعض المرات في صيفطو اللي قلت لكم، بعض المرات كيجي في شي حيوان عادي باش كيوضح الصوره وباش كيبين راسو. ويقدر يجي حتى في داك النمر الاسود يبان ديك لا بونتيغ نوار بحال هكاك، النمر الاسود باش كاع الناس يفهموني، كيجي هكاك بهذيك الصفه. العود لا، العود كيجي فيه الغمامي، هو اللي كيكون راكب مسرج العود وداير السلهام ومغطي وجهه، اولا ميمون السياف حتى هو كيجي في العود، السيف كيكون في الظهر ديالو. اما هذا الملك هذا ما كيجيش في العود، هادو هما الصفات اللي كيجي فيهم. يعني الا وقف عليكم ستروه، راه كيف ما قلت ما يمين كيبغوا المعقول، ولادهم تيكونوا اصلا معقولين مخلويين، ما عزيزاش عليهم الهضره بزاف، ما عزيزاش عليهم التجمعات الخاويه، ما عزيزاش عليهم النميمه وهضر في هذا وهضر في هذاك ودوي هنا وعطي وجه هنا وعطي وجه هنا. شي اللي كيدير هاد الشيء هذا ما يهضرش على الكحل، ما يهضرش على الكحل بالضبط، ما يهضرش على الميامين بصفه عامه، ميمونات السودانيه الميامين كاملين من كبيرهم حتى صغيرهم ما يدويش عليهم. الا كنتي اختي منافقه ولا كنتي منافق ما تقولش انا ولد الكحل، يعني غير مجرد باش تفكر اولا تفكري تقولي انا ولد الكحل ويخرج واحد الانسان
وتبداي تهضري في ظهرو وتبداي تعطيه هادي مع هادي وتلاقي هادي مع هادي، الكحل بعدا بالخصوص ما تهضريش عليهم، خط احمر الله يرضي عليكم. يعني هادشي بلا ما نبداو نافقوا بعضياتنا ونقولوا شي هضره اللي ما كايناش. كحل بالضبط. وهاد النوع اللي ذكرت ما كيهمش تكون ديانتهم كيفاش دايره، كيتجمعوا في المعقول، كيتجمعوا في الخير. الخير ما مانعوش الله عز وجل، كيديروا اي واحد صالح طالح كلشي كيدير الخير، والله كيفرح بالخير. يعني ما غتحكموش عليه يهودي ماسوني براسهم، داكشي كيبقى ديالهم. انتي ديانتك تبعيها، صلاتك ديريها، اركان الاسلام طبقيها كيف ما امرنا الله عز وجل. اللي بغى يتقاد معاك في حالك انعم بها واكرم، اللي ما تقادش معاك في حالك راه ما عندك ما ديري به، هذاك عارض صافي سلط عليك ابتلاءك جا هكاك حيديه باش تبقاي مرتاحه فقط. نتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا هادشي اللي بغيت نوصل لكم واللي قلت لكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. وعافاكم اللي بغاتني او اللي بغاني نهضر على شي ملك خليها لي في الكومونتير، ملي غتجي الوقيته راه غادي نناقشوا الموضوع ونحطوه. راه غير الوقت وبعض المرات كنكونوا مشغولين، ما كتجيش النوبه ديال شي ملك نهضروا عليه او ملكه، يعني ما كتكونش نوبتها مولا نوبه راه كيقولوها. يعني ما كان هذا مكان ماشي ما كنبغيش نحط ولا، يعني ما تبخلوش علينا بالكومونتيرات الزويونين. ومرحبا بالجميع ونتمنى لكم الخير والتيسير، والسلام عليكم الاخوان.